انطلقت رحلة خطوط الطيران الكويتية رقم 5104 المتوجهة من لندن إلى الكويت، وهي كاملة العدد. إنها الأولى في سلسلة رحلات نظمتها دولة الكويت لإعادة أبنائها إلى الوطن على مدى شهر. وأول ما شاهده العائدون من الجو دخان حرائق النفط والمباني المدمرة، ولكن ومهما كان الوضع فهذا هو الوطن ثانية. هبطت الطائرة. كان الترحيب بالعائدين وسط مدرجات المطار المهدمة التي طالما شاهدوها على شاشات التلفزيون، ولكن وقع الحقيقة أقسى بكثير. كان الكويتيون يتوقعون أن يشاهدوا آثار التخريب والقتال، ولكن معايشة التلوث الجوي الناتج عن إشعال حقول النفط وحجم الدمار الذي أحدثه الغزو العراقي فاق توقعهم. وعند لقاء الأهل كانت قصص الذين قتلوا والذين ضحوا بممتلكاتهم للنجاة بأرواحهم والذين فروا متحدين الخطر لإنقاذ الأهل وغير ذلك من المآسي الإنسانية. إن اللسان عاجز عن الإعراب عن الفرح، فرحة العودة للوطن والتي انتظرها كل كويتي 9 أشهر. وبالبحث عن السيارات علم العائدون أن حوالي 60% سرق أو أتلف أثناء الاحتلال، حيث فر ثلث السكان إلى الخارج وخلت الشوارع من المرة، بينما المباني المهدمة لا تزال في مكانها كدليل ملموس على ما ألحقه الغزو العراقي بذلك البلد المسالم. ولا تزال مخلفات قوات الاحتلال من الأسلحة والذخيرة ملقاة على امتداد الشاطئ. وعلى صعيد الإعمار تم إصلاح قصر الضيافة ليصبح مقرا لإقامة حاكم البلاد، وإلى جوار القصر يقع مركز المؤتمر الإسلامي ليذكر الإنسان بفظائع وهمجية الاحتلال، ويقع المبنى على رأس قائمة المنشآت تحت الترميم، ولكن لم يحدث شيء نظرا لنقص اليد العاملة ونقص التمويل. ولكن إن عاجلا أو آجلا فالكويت ستعيد إصلاح تلك المواقع الهامة، وسيتأتى ذلك عندما تصبح قادرة على استعادة قدراتها النفطية. إلا أنه بمرور الوقت تنشأ المصاعب أمام إعادة البناء والتعاقدات وحتى